الأمثال الشعبية الميكس كل حاجة والعكس، كلمات كتير ونصايح أكتر اتربينا وكبرنا عليها وبتتقالنا كل يوم وممكن نسمعها في اليوم أكتر من مرة. بس عمرك فكرت إن ميكس النصايح ده ممكن يعملك ايرور؟ يعني مثلا لما تكون داخل امتحان ومرعوب جدا وحاسس إن كل اللي ذاكرته طار، فتلاقي إنك تحب تطمنك فتقولك يا واد ما تخافش، اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. فتحس إنك اطمنت شوية وتنزل تروح الامتحان، فيقابلك صاحبك الموسوس فتقوله انك خايف من الامتحان رغم انك مذاكر، فتلاقيه بيقولك يا عم ما تقرفناش انا مقلق لوحدي، اصل ده اللي بيخاف من العفريت بيطلع له. وخد عندك حاجات كتير قوي في حياتنا، يعني مثلا تلاقي واحد بيقولك اضرب على الحديد وهو سخن، هتقوله اه صح عندك حق، حلاوتها في حموتها. وتلاقي واحد تاني في نفس ذات الموقف بيقولك يا ابني اصبر، ده في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، واتقل على الرز لحد ما يستوي. تلاقي نفسك واقف مش فاهم حاجة. خد دي كمان، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، واللي عكسه على طول، القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، والخير على قدوم الواردين، لكن يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. كلنا ولاد تسعة، اه بس ما تنساش ان الناس مقامات، والعين برضو ما تعلاش عن الحاجب. ده وكأنه بيقولك معلومة جديدة. ويا بخت من وفق راسين في الحلال، لكن امشي في جنازة ولا تمشيش في جوازة. ومن اغرب الحاجات اللي ممكن تسمعها برضو لما تعرف ان الضنا غالي، لكن ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. ايه الوطينة دي يا عم الحاج؟ بس كده، ما تنساش تشترك في القناة وتحط لايك وتقولي في التعليقات ايه اول ميكس جه في بالك وانت بتتفرج على الفيديو ده.